وبعدين اقعد بقى ادلعه اعمل له اي حاجه وتمشي. ما هي قربت بقى تقريبا كده. انا رايي واجبي الحاجه تصحصح. اقصى حد انا وصلت له لازم اوصله له. ده مش بس اخويا، ده ابني، ده والله شعبي انا حياتي وهو فاهمها كده. الفنان المخرج يوسف شاهين، حضرتك خضت تجربة التمثيل كم مرة؟ مرة؟ مرتين مرتين. ثلاثه مرتين. حتى. اليوم السادس كان اخر. حطيتهم كده حتت كده لا بس كدور بطولة هو بقى باب كان الحديد. بس. طب ليه ما عملتهاش تاني؟ والله لقيت انه حضرتك شوفي نجحت شوفي فيها؟ انا ما اعملش الا الدور اللي ما لاقيش. مش حاسس انه في فنان تاني ممكن يعمله. وانت عارفين الجريء اهو منهم جرائد دالي ده. اوكي. لا، احنا عندنا فنانين كويسين جدا على مستوى خطير خطير خطير. حتى حرام لما بشوفهم انه بيعملوا حاجات يعني ما ترضينيش وما ترضيش حتى الضمير. بيعملوا فنانين خرافيين. مصر دي بختها في السماء. عندنا ناس خرافية. انا عندي 12 من اللي بسميهم اولادي، يعني طلعوا معانا النهارده. مصر عندها 12 15 مخرج جيد جدا على مستوى عالمي جدا، ومضروب جدا على انه القوانين متلخبطه. وهقولها على مستوى القوانين متلخبطه واحنا مش عارفين نصلحها. فمصر بتخسر 200 مليون دولار في السنه. 200 مليون دولار يعني الصناعه مش كده. احنا كنا تاني او ثالث صناعه من مكاسب السنه، واحنا للسنه كده. البرامج في البلاد العربيه بياخدوها من فين؟ من مصر صح. طب لما هم يستوردوا من عندنا احنا الفكر والمخرج والممثلين والعمال والفنيين، طب ليه انا مش عارف اعملها هنا؟ ليه استوديوهاتي مصفصفه؟ في حاجه غلط، في حاجه غلط. وانا تقريبا محتكر الشغلانه. مفيش اكتر الفنانين المصريين، واحنا اللي كنا بنستوعب اي حد من بره. والله نور الهدى بتغني كويس، تعالي عندي. الجزائريه بتغني حلو، تعالي عندي. مصر دي ام العروبه الفنيه في ده ودي حقيقه فعليه. فانا اهلا وسهلا اي حد يجي لي من حضرتك بتقول ان احنا عندنا كم من الفنانين ما شاء الله يعني، ومصر غنيه جدا بدون شك. واللي وصلوا ثبتوا اقدامهم الى اخره. لكن حضرتك دايما بتميل في افلامك انك تكتشف وتقدم المواهب الجديده. ودي برضو وظيفتي. ومن حق المواهب الجديده انها حد